جماعه. عايز تشوف التشويه؟ اهو التشويه، اهو الخياطه اهي. الخط اللي من هنا لهنا طبعا سكار لغايه هنا انا عايشه بيه. مساء الخير. الحقيقه انا عمري ما طلعت لايف انستجرام، بس انا بعمل كده بس عشان انا مصممه ان اي حد يغلط يتحاسب. اكيد الصور اللي انا طلعتها دي مش حاجه حلوه ان حد مشهور يطلعها عن نفسه، اكيد مش حاجه لطيفه ابدا ان انا اطلع مشوهه. سمعت ان الدكتور بيقول ان انا كويسه وان انا وشي كويس. انا عايزه بس اسال اي حد من المتابعين بتوعي، ده شكل ريهام سعيد ولا لا؟ عايزه اسال المتابعين بتوعي، اكيد جراء ان انا اطلع كده لاول مره، بطلع من غير فلتر، لاول مره بطلع وانا بتعالج بقالي 3 شهور او 4 شهور في لبنان عند دكتور كبير جدا، وفي سجلاته متسجل انا شكلي ايه وعامله ازاي. انا بسال كل الناس اللي بتشوفني من مارس اللي فات، انا ده شكلي، ده شكل ريهام سعيد. عايز تشوف التشويه؟ اهو التشويه، اهو الخياطه اهي. الخط اللي من هنا لهنا طبعا سكار لغايه هنا انا عايشه بيه. الدكتور رحت له من شهرين، ملالي هو نفسه، هو الدكتور قعد يملالي الحته دي بحقن فيلر لغايه ما كلكعت قوي كده، والخط لسه موجود. لو شلت الفيلر دلوقتي او دوبته هيبقى في حفره كبيره جدا جوه وشي. نفس الحكايه الناحيه الثانيه، خط من هنا لهنا زي الشيطان. العين دي انا بعالجها في الاي بي عند دكتور كبير جدا بقالي شهرين، كانت قد كده وكان فيها حاجات كتير قوي موجوده على السيستم بشهاده الاطباء. الخياطه اللي من هنا لهنا دي جرم، لان في ميجرمنتس. حاجبي ده اللي انتوا شايفينه ده انا معالجاه عند واحده اسمها ايفا، لان انا حاجبي واصل هنا وهنا زي الشيطان. اضطريت اعمل تاتو وامسح الحاجب اللي طالع لغايه هنا. غير ان انا وشي نفسه، اتفضلوا انتوا شايفين ان ده بروفيل الممثله مثلا. لو انا فكرت امثل، انتوا شايفين ان ده بروفيل ممثله بالخياطه اللي من هنا لهنا، اللي معرفش ظاهره حمارها ولا لا. انا بقالي اولموست سنه. انتوا شايفين ان انا كده واحده مش مشوهه. دي كان عندي بلينكينج، كانت قاعده بترف لغايه ما فضلت اخد حقن. عينيا دي كانت متشعلقه لفوق هنا كده وما زالت متشعلقه برضو، وكنت باخد حقن عشان ترخي وتنزل لتحت. انا بقالي دلوقتي شهرين بتعالج ومسافره تاني عشان هفضل اتعالج، ولازم افضل اتعالج، وليا عمليه يعني لازم تتعمل، لكن في تليفات كتير جدا 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 حاصله. في هنا سكار كبيره جدا، فضلت اقول له دي ايه دي ايه دي ايه. اقروا كل الاطباء انه انك حرقتني جوه العمليه، ومعايا فيديو وانا محروقه. خلاص انا شايفه، على فكره انا بقالي 11 شهر ما اتكلمتش. ايه رايكم في نتيجه العمليه اللي الدكتور مبسوط بيها؟ ده انا كمان قاعده جنب اضاءه. دول حفرتين. ادي شد الوجه اللي هو مبسوط بيه، الوش كله بيتشد كده، الاستاذ شده كده فعملني يابانيه. وفي نفس الوقت عندي خطين كبار جدا هنا، انا كده متعالجه، انا كده بتعالج. وحواجبي دي انا رسماها لتحت، دي عامله كده، انا بالظبط عامله كده، انا بالظبط عامله كده. انا مشدوده من هنا، شايفين وشي مشدود من هنا، مش كده، الوش بيتشد كده عشان يبقى شكلي كويس. ده شددني من هنا. فبصوا انا عامله ازاي، بصوا انا عامله ازاي. عندي حفرتين هنا كبار جدا، دول ممليين دلوقتي فيلر، يعني دول كلهم. بصوا الكلكعه دي فيلر عنده، مش عنده كاميرات، مش فيلر عنده. بيحاول من شهر يقول لي يا ستي كنت وحشه. يعني حضرتك هتقدم ايه مستندات؟ هتفبركها زي الصوره اللي حطيت واحده عندها 90 سنه تقول انها هي؟ لا انا معايا صوري وانا داخله لك، انا معايا مش كاميرات السنتر بتاعتك صورتني وانا داخله لك كان شكلي عامل ازاي. عندك صور هتقدمها، قصدك هتفبركها زي الفبركه اللي انت حطيتها، صح؟ لا انا معايا ميديكال ريبورتس من دكاتره كبار جدا. حضرتك سعيد بالعمليه دي بجد؟ شايف ده بعد 11 شهر. لا فعلا لازم كلكم تروحوا للدكاتره، لازم تروحوا للدكتور ده اللي سعيد جدا بالعمليه، اللي طلب ان انا اطلع اعمل لايف اوريكم العمليه اهي. ايه رايكم في العمليه؟
ايه رايكم؟ العمليه اللي اتفقنا ان انا هدخل مش هيلمس عيني. الدكتور قال لي لازم ترفعي الخد عشان يمسك اللور ايلد او الجفن اللي تحت، يا اما هيحصل ارتخاء للجفن. لكن انا ما كنتش محتاجه عمليه. كنت على فكره انا احتراما عموما للدكاتره ما طلعتش قلت اسمه ولا كلمته، وحتى اما طلعت قلت انا اتشوهت ما قلتش اسمه ولا مره قلت اسمه، غير لما هو حط بوست عنده لواحده عندها 90 سنه لا تمت ليا بصله. ازاي ضميرك يسمح لك تحط بوست الواحده عندها 90 سنه وتقول ان انا قبل، عشان تبين ان يعني عشان تبين ان انت كويس؟ ازاي؟ على فكره يا جماعه انا كده بتعالج وبتعالج عند دكتور كبير جدا في بيروت، وموجود على سجلات المستشفى انا رحت شكلي ايه وازاي، وباخد حقن ازاي مؤلمه جدا 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 تحت عينيا وجنب عينيا وبتورم قد كده، وبقعد كتير قوي. انا كده متعالجه. انا ما كنتش بعرف عيني دي ما كانتش بتبطل، كنت بقعد ارمش كده طول ما انا بتكلم. ارجعوا لحلقاتي في الشمس شوفوا شكلي عامل ازاي. لا بلاش، ارجعوا للخارجي بالمكياج شوفوا شكلي عامل ازاي. انتوا شايفين هو بيقول انه سعيد جدا جدا بالعمليه. ده مملأ يعني، ده اهو فيلر اهو، بصوا مكلكع اهو، عشان دي حفره من هنا لهنا، ودي حفره من هنا لهنا، ودي كلها سكارز صغيره من الحرق اللي عمله ديون العمليه. واترجاه اقول له لو حاجه غلط قول لي لو سمحت، لو حاجه يقول لي تعالي اقول له اجي اعمل ايه؟ قالوا لي ما ينفعش المس وشي قبل شهر وقبل سنه. وفعلا انا ما رحتش بيروت غير الشهر اللي قبل اللي فات عشان استشير دكاتره كتير جدا. قالوا لي مش هنقدر نعمل اي حاجه غير ان احنا نرخي العين دي شويه، مع انها مش هتترخى بالحقن لان ده اوفر دان، شال كل الجلد اللي هنا، فلازم افتح كل راسي كده عشان اعمل ترقيع جلد عشان عينيا تنزل عشان ارجع طبيعيه، عشان ارجع كده ما ارجعش اعمل كده. ماشي في ناس بتعمل الكات اي بس دي مش كات اي، دي عينين مشوهه. وانا كان اتفاقي ان ما تجيش جنب عينيا. قال لي انا جيت جنب عينيكي عشان عندي ضمير، عندي كل فويساته واللي بيقول لك عندك مش عارفه ايه، اي حاجه هتفبركها مش هتنفع. وانت للاسف الشديد المرات دي وقعت مع حد ما بيقولش غير الحق وما بيخافش من حد، وحقي هاخده. لبنان بلد محترمه وفيها قضاه محترمين زي ما في مصر برضه قضاه محترمين، وانا هاخد حقي. يا جماعه بليز لو سمحتوا، لكل الصحافه اللي بتكلمني ما بردش عليها، انا ما قلتش اسم الدكتور خالص غير لما هو حط بوست ليا حط عليه اسمه، هو اللي قال اسمه مش انا اللي قلت اسمه. وكنت بعمل كده عشان انا مش يعني حاسبنت كتير قوي وكنت يعني مفوضه امري لله وبدعي ان ربنا يشفيني وان العمليه اللي هعملها ان شاء الله تنفع. ها يا جماعه الدكتور لا ده كمان يعني عشان الاضاءه مش باين. انا نفسي تشوفوا الخيط المكرمش اللي من هنا لهنا، والخيط ده والسكارز كلها اللي تحت، وعيني اللي بصوا عيني زرقاء وارمه ازاي 11 شهر. دي كمان اتحسنت جدا بعد علاج دكتور كبير جدا في بيروت وهو شاهد، وقال لي ان الميجرمنتس دي بتاعت الخياطه دي جرام. مفيش حد بيعمل خياطه من هنا لهنا، من خياطه من هنا لهنا. ها يا جماعه ايه رايكم في شكلي؟ دول كده، دول عاملين كده بدون اوريكم. عندي صور كتير قوي، انا لولا بس ان انا ولادي وقرايبي وكده شايفين ان الصور اللي هنزلها فيها اساءه ليا. انا ليا صور انا على الهوا وليا فويسات وانا ببعت له بقول له حرام عليك، وبقول له من فضلك قول لي عملت ايه لو سمحت. عندي هنا طول ما انا بتكلم حاجه بتكلكع هنا كده. انا مش هقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، وانا هوقف علاج. بما ان حضرتك اللي حطيت لي بوست وقلت اسمك، انا هوقف علاج عشان افضل زي ما انا، وهداوب الفيلرز اللي انت حطيتها تداري بيها عملتك وكنت مش عارف تقول لي ايه وانا عندك من شهر خلاص في العياده، عشان اوري الناس الحفرتين. ها يا جماعه ايه رايكم؟ انا اللي كنت بطلع وكنت بنزل كل تقاريري من غير ولا نقطه مكياج للناس اللي تعرفني. ايه رايكم بنتيجه العمليه اللي هو سعيد جدا جدا بيها، اللي عدت
في كل عمليه تجميل بيبقى ليها قوانين. الخياطه تبقى قد ايه، ده قد ايه، ده قد ايه. انت اتحايلتي عليا اعمل عمليه؟ لا انا ما اتحايلتش عليك اعمل عمليه. انا كنت 6 مرات جايه لك اعمل عمليه واعمل استخاره، الطياره تقع، الطياره ما تطلعش، مش عارف ايه، ما جيتلكش. الفويس اللي انا بتحايل عليك اجي لك فيه ده عشان كنت زعلان ان انا اديتك ميعاد 6 مرات وما جيتش. لان الحمد لله كنت بقعد برضه في لبنان، كانت سمعتك تحفه الحقيقه، وكان كل الناس بتنصحني ان بلاش، بس انت كنت بتظهر لي انك علامه، وعندي فويسات منك انك علامه وانك احسن واحد. انا بنصحك انك ترحم الناس. انت عملت فلوس كتير قوي، في ناس كتير قوي اتضرت، ومعايا مسجز على الانبوكس دلوقتي من عيانين كانوا عندك اتضروا جامد قوي قوي في حاجات تانية. فان تطلع بدل ما تعمل اعتذار وتنزل اعتذار وتقول انا بعتذر، ويمكن كنت اقبل تنزل ان انت هتقضيني في بجاحه كده، في بجاحه كده. ومقاضات ايه اللي هتقضيها لي؟ مقاضات ايه اللي هتقضيها لي بعد ما ضيعت وشي؟ انا اسفه جدا لكل ولادي ولكل اصحابي اللي هيتضايقوا ان انا طلعت بالمنظر ده، بس والله العظيم اقسم بالله لا هاخد حقي بعد البجاحه بتاعت امبارح ان انت اللي هتقضيني. ايه العمليه؟ وهدوب في الزياره الجايه ليا للعلاج. انا هدوب الفيلر ده واوريكم شكلي قبل الفيلر اللي حطه الشهر اللي فات، اللي كلكع في كل حته، اللي لازم احط القصه لغايه هنا عشان ما يبانش. انا بفضل احط، يعني ايهاب محروس واسامه ربنا يخليهم بيفضلوا يحطوا 6 كيلو مكياج. وفي الخارجي عايزاكم تفتحوا الداخلي بتاع قناه هي، الداخلي بتاع قناه هي، اي تقرير داخلي مش خارجي، لان الخارجي حاطين فلترز وحاطين فروزات وكده عشان ما يبينوش السكارز اللي في كل حته. وبشكر القناه طبعا انها بتساعدني على ده. روحوا لاي حاجه تقرير داخلي، وانا حاطه 2 كيلو مكياج. شوفوا شكلي سعيد بالعمليه، وهتبقى سعيد اكتر بالعقاب، عقاب ربنا وعقاب القانون. وانا كنت مسافره ال10 ايام الجايين. لا انا مش هسافر ال10 ايام الجايين، انا هسافر بكره عشان ارفع عليك قضيه بكره في لبنان. انا برضو غلطان، وما فيهاش حاجه لما الواحد كان قاعد بشويه كرمشه، بس هو انتقادكم كتير ان الواحد كبر. انا بروح دلوقتي لدكتور نفسي اسمه عبد الناصر عمر، عشان عندي تروما اني مش قادره ابص في المرايه ومش قادره اشوف شكلي، وبقالي 11 شهر مش قادره ابص في المرايه. عندي فويسات وانا بقول له حرام عليك، انا هموت من الدبريشن وهموت نفسيتي خلاص، بده شويه وقت، بده شويه وقت. انت فاكره ان عندك حفرتين هنا هيفضلوا؟ بده شويه وقت. الوقت عدى وجيت لك قلت لك ها الحل فين؟ فقالت لي فضلت تحط حقن 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 جنب عينيا مؤلمه جدا. وكان معايا واحده صاحبتي لبنانيه شاهده، فضل يحط لي هنا كلاكيع. لو انا شلت لكم ده، لو انا شلت لكم المكلكع ده، الفيلر اللي حاطه ده، هتلاقوا حفره جوه. ها يا استاذ المحامي، سعيد؟ سعيد بالنتيجه؟ انا عايزه اقول لكم ان الجرائم الاولى للتجميل ان واحد يغير هويه حد. يعني اصاله عملت عمليه تجميل، مطربات كتير قوي لم يعلنوا عملوا عمليات تجميل وبقوا زي القمر، عارفين انهم اصاله بس اصغر. ده شكلي؟ هل هذا الطبيب لم يغير هويتي؟ انا عشان اخرج من مطار بيروت لازم وثيقه ان انا، اقرار مني ان انا، عشان انا وشي مش انا، انا شكلي مش انا، مش انا. دي اكبر جريمه انك تغير هويه حد، انك يبص في المرايه مش هو. انا شكلي مش انا، انا دي انا اشاهدكم، انا ده شكلي، ده شكل ريهام سعيد. على العموم اقدر اقول ان الواحد كان لازم يرضى بشكله، لكن للاسف الشديد حكمكم طول الوقت على شكلنا بيخلينا دايما عايزين نظهر في احسن صوره، وده غلط. بس طول ما انا بتكلم عندي حته هنا كده تطلع هنا كده من كتر ما ده مشدود قوي. عندي ندبه زي دي هنا كتر ما شد قوي، وعندي حاجه بتطلع هنا كده وانا بتكلم، شايفينها؟ وعندي برضو حاجه هنا بتطلع مش عارفه اوريها لكم. بصوا ده مشدود ازاي. الاضاءه محسنه كمان، انا هلاقي وقت اطلع لكم فيه فعلا فعلا. النهارده بالليل انا هوريكم السكارز الصغيره اللي عندي هنا. عندي خياطه هنا، العمليه التجميل الفاشله بتبان بعدد الخياطات. عندي واحده هنا واحده هنا وواحده من هنا لهنا، وعندي من واحده هنا لهنا. على فكره انا عامله جلستين ليزر ومدونين على سجلات مستشفى كبيره جدا في لبنان.